الحمد لله. انا بقول لك شغله بس، هل انت قاعد عم تسب على الثوره السوريه، عم تسب على العالم؟ انا لا مع الثوره ولا ضد الثوره. خلاص اذا انا ما مع ما لك الشعب. دخل في هذا الكلام. حلو، انت عم بما تسب انك انت وعم تعمم. مش مع الثوره ولا مع اي حاجه، شو جاي تقول؟ يعني راح تتدخل فقط وفضفضه على الفاضي؟ يعني انا مش مع الثوره. ليش؟ لانك الثوره هي معيار او هي وصمه عار في جبينكم، صرتوا تتبرؤون حتى من هذه الثوره. عادي جدا يعني، صار عندنا خجلانين الدين وخجلانين الثوره كمان. يخرب بيتكم. السلام عليكم. عليك السلام يا هلا. مين معي؟ مالك يا أخ محمد؟ مين معي؟ معك جولدن. تعال اعطيني اسم انسان اناديك به. أي اسمي حمد يا أخ صالح. كيف حالك يا حمد؟ والله بخير يا محمد صالح. قل لي يا حمد، انت سني ولا شيعي؟ لا سني أنا. طيب، عن شو تحب نتكلم؟ والله عندي سؤال يعني أم؟ ودي أسألك إياه إذا تسمح. أم؟ الحين يا أستاذ محمد، لو ضرب معك الحظ وحصلت تمثال ذهب تاخذ ومقسوم نصين، تاخذ راسه ولا تاخذه كله؟ كيف؟ لو ضرب معك الحظ وحصلت تمثال ذهب مقسوم نصين، تاخذ راسه ولا تاخذه كله؟ والله بقى شوف انت. أسألك أنا، جاوبني. يعني هذه اسئله غبيه يعني، ما عندي فيها اي موضوع يعني صراحه. جاوب عادي يعني، ليش متهرب؟ ما عندي والله، ما عنديش مزاج لهذا تاخذ راسه ولا تاخذه كله التمثال؟ طيب شكرا. واو، افارم عليك. مين عندنا بعد من المسلمين يحبوا يشاركوا؟ تربية السنة شو نسوي لهم؟ تربية المساجد. لا الله رباهم ولا النبي رباهم ولا القرآن رباهم ولا دينهم رباهم. أول ما صاروا يحاولوا يدافعوا عن المسلمين تحولوا إلى كائنات مسخ بجدارة. وطبعا الكلمة السحرية في ذلك كله الحمد لله على نعمة الإسلام. يلا معلش. مش الحمد لله على نعمة الإسلام. مين عندنا بعد من المسلمين يحبوا يشاركوا؟ يكتبوا رقم 7 ويكونوا طالبين الجست يعني. صباح النور، أهلا وسهلا بالأحبة جميعا اللي بيدخلوا. تحية طيبة لكم يا سادة. يا نهار أسود على أمة الإسلام. السلام عليكم. تمام يا مين معي؟ والله عندي أخي عندك ضجة، عندك ضجة والآن ضجة. حالة صعبة هذه. أنت لما بتكون فاتح أو يعني بتتكلم من مكان فيها ضجة، أنت عمليا بتأذي أكثر. يعني أنت الآن يعني في هذا البث فيه حتى لو في شخص واحد، ولكن تصور أنت الآن بتقوم بأذية 2600 شخص. يعني صعب والله، هذا الكلام المفروض ما تعمله يا أخوة يا أحبة. يعني تراعوا إنه في ناس عندها يعني حاطة السماعات في الشغل في كذا. أنت لما بيكون هذا ضجة بيعمل له يعني ضرر في أذنه أصلا.
السلام عليكم. عليك السلام. في عندك خشخشة يا أخ رملة؟ الحمد لله. أنت حقيقي؟ نعم نعم. نعم إيش؟ أنا شو عملت بأمتك أنت؟ شو عملت فيهم؟ قل لي. الأخوة اللي بيعملوا ضجة وهم طالبين الجست يعني أنا ما راح أخذ وأعطي معاك كثير لأنه الصوت مزعج، يعني ما عندي وقت إني أجي أقول لك معلش وخلينا الأذان بيوجع يعني. السلام عليكم. عليك السلام. يا هلا، مين معي؟ معك علي. كيف حالك يا علي؟ الحمد لله، كيفك أستاذ محمد؟ أنا بخير تسلم. أنت سني ولا شيعي يا علي؟ شيعي. مين بتقلد يا علي؟ والله مبدئيا ما بقلد حدا، كنت قلد السيد محمد حسين الله يرحمه، مات. وصرت هلا مني يتيم من بعده. ملتزم. ايه، ما عدت طيب لقيت حدا قلده. يلا ولا يهمك. عن شو تحب نتكلم يا علي؟ ما بعرف شو الموضوع اللي بدك تصيره. انت بتهاجم الشيعة كتير. فقط القواويد منهم. آه، في قواويد ها؟ طبعا أكيد. ما بالشريعة هاي. هذا شو نسوي إذا شريعة الشريعة محمد. بتسمع بالقواد؟ شو نسوي؟ الحمد لله على نعمة أهل البيت. بالشريعة الحميدة هاي. أنت ما شارب في شيء شي يا غلط. علي؟ لا شارب شيء؟ لا لا، بكت الصبح يا فتاح يا رزاق، يا مقسمنا أرزاق. من وين أنت يا علي؟ من الجنوب، من لبنان، من وين من الجنوب؟ من مارون الراس، من الحدود، مم. الحدود اللبنانية الفلسطينية. مم. تعرفها؟ لا والله ما بعرفها. مشهورة مارون الراس. حلو. ستالينغراد العرب. شنو؟ ستالينغراد العرب. ستالينغراد العرب؟ سامع شنو فيها؟ قدمتوا فيها كمان مليونين شهيد؟ لا مش لهالدرجة. مش لهذه الدرجة ها؟ بس الشهيد مليونين. الروس حقهم يفتخروا بنضالهم، تعرف ليش؟ لأنهم قدموا 25 مليون شهيد أو 27 صراحة. بس أنتوا شو قدمتوا؟ ولا حاجة. قدمنا شهداء. الشهيد ب تقريبا 27 700 مليون. شخص. قدمنا اللي قدرنا عليه. عفارم عليكم. دفعنا عن أرضنا. عفارم صدينا عليكم. هجوم المحتل. غلط. حقكم تعملوا هذا الشيء. عافية. ليش حاولنا بحسك انك انت دفاعي. بتتكلمني من تحت الفراش؟ لا، ما أنا عم حاول ما أعلي صوتي زيادة، مش مسموع ليش الناس صوتي ما يعني. نايمين حواليك؟ آه. ما بقول انت تتكلمني من تحت الفراش. بدك عيط لما أحكي يعني. ما بدي تعيط يا عمي، بدي اتكلم بس يعني بحسك هادي ولساتك صاحي من النوم والدنيا لسه ما. لا هادي، بحب أكلمك، أنا بتابعك من زمان، من زمان كتير بتابعك، حاضر حلقاتك كلها، حتى عندك حلقات بسجلها أوقات هيك بسرد عليك، بحسك كلامك في منطق يعني، عميق يعني، منطقي، مش إنه كلام هجومي أو عنصري أو شيء، كلام منطقي إنساني يعني، في نظر، في بعد نظر بكلامك يعني. بس عندك هيك شوية نعرات بياخدوا منك مواقف. الواحد بدوش يتمسك بالعاطفة يعني، ياخد دينه بالعقل. بس انت كمان روقها شوي يعني معهم يعني. هلا في ناس تتحمل، في ناس في ناس تحبك، تحسك عم تسبسبها، عم تسبها، عم تهينها. لا انا انت ما ما بس. بتكون قاصد.
انت لكن ما أنا بكون قاصد إني أتكلم أحيانا بقسوة، لكن قطعا ما لا بسب الناس ولا هذا قصدي أصلا يعني. انا بعرف نفسيتك، بعرف نفسيتك. وبيعجبني فيك علمك، عندك علم، يعني بتحكي عن علم بكل شيء، مش انه حيالله يعني تحكي عن العلم، يعني بالوقت والتاريخ والاسم والحالي والواقع يعني ما في حدا يشارعك ويجادلك، عندك قناعات كتير حلوة. بس طيب إذا تركنا هذا الكلام كله، عن شو تحب تتكلم غير هذا يعني؟ بتكلم عن الإمام علي، بحسك ما حي شاطبه بالمرة، يعني ما هو أبا علي بحسك يعني ماخذ صار شخصية كأنك مهزأة بتكرهه. في التاريخ الإسلامي. أنا ما مم. أدري أنتم الشيعة كيف مقتنعين بأنه هذا الرجال كان محترم يا علي. ما عنده مواقف، يعني ما هو ما مثلا عندوش مواقف، المشكلة انه هم ضربوا زوجته قدامه، ما عندوش مواقف. هلا اغتصبوا هاي اغتصبوا بنته، ما عندوش مواقف. اخذوا منه الامامة والخلافة، ما عندوش مواقف. اجبروه ضربوه لين ما بايع ابو بكر وعمر، ما عنده مواقف. يعني هو ما عندوش مواقف يعني. هو مشكلة ما الرجال سلبي جدا، يعني جدا ما سلبي. هو ما هو كان هودي الرجال. هلا مثلا انت لما تيجي تحيط ب 200 زلمه برجل، انه شو بيعمل يعني؟ ابنه كان احسن منه، حاطوه ب 200 رجل، عرفت كيف؟ راح قاتلوه قتل. يعني معقول انه هو ما كان عنده حتى غيرة ابنه؟ كان موصي الرسول انه مين موصي مين؟ ما تعمل، انه حينقلبوا عليك مين وحيصير في مين فتنه موصي مين؟ الرسول كان موصيه. موصي مين؟ الرسول وصى الامام علي حسب ما يقال، قال له انه من بعد حيحصل فتنه، حيصير هيك ما وهيك هو ما وهيك، شفت فما تكون انت طرف الان. فيها. لحظة خليني اقول لك. انت حتى في هذا ما بتستخدم عقلك، ليش؟ لانه علي بن ابي طالب عمل اكبر مجزرتين في تاريخ الاسلام في وقته. هودي الخوارج، هذه كانت لا مش محقة. الخوارج، في جمل والصفين، الخوارج بعدين في الجمل النهروان. نفس الخوارج، الجمل ما قامت الجمل ما خوارج. عليه، جيشت عليه الجمل مش عايشة. خوارج، الجمل عائشة وطلحة هي والزبير. جيشت لا عليه يا صلحة عمي مش والزبير جيشة. واتهموه علي بقتل افهم أصنام. افهم. تفضل. الجمل مش احد الجيش عليه، هو اللي طلع لهم عشان يوقف في وجه طلحة والزبير. طيب اذا الرسول وصاه، ليش ما جلس في بيته ويسكر عليه بابه؟ ليش صار خليفة؟ لأنه هن التموا المسلمين عليه وقالوا له ما بدنا ما غيرك هو ما حدا خليفة. التم عليه، اللي التم عليه هو شوية ناس رعاع همج يعني، ما في حدا التم عليه. والدليل ان المسلمين كلهم قاتلوا، ما حدا التم عليه. اللي التم عليه هو شوية ناس يعني ناس غوغاء يعني. ما هن نصبوا خليفة مثل ما ما في أربعة تنصبوا شخصيات الشيخان اللي محترمة قبله. بايعته يعني على فكرة. حتى اللي بايعه خرج عليه، ليش؟ لأنه ما كان عنده كاريزما، ما كان محترم بين الناس. خرج الناس عليه ما على كانت تحترمه. علي بن أبي طالب الناس ما كانت تحترمه، يعني كانت تطلع عليه على أنه إنسان يعني عديم الشخصية، ملوش قيمة. حتى النبي حاول مرة واثنين وثلاثة أنه يعمل منه شخصية، الناس ما كانت معترفة به. مين والناس كانت قتل. ساكتة عليه فقط عشان النبي. لما النبي مات راحوا يعني لعنوا أبو سلسفينة يعني. طيب قد إيه كان عمره لما قتل عمرو بن الود العامري؟ يعني عمره لما تقريبا برز يمكن لعمرو بن الود العامري 30 لا سنة لا ولا أش لا 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 لأقوى وأشرف شخصية عربية، كان فتى هو هو ما وقتله. فيش اقوى شخصيه. هو كان ما ينقصه القيافه والقتال وكذا، ولكن هو كان جبان. يعني هو لما كان ما يحس انه وراه حدا ما كان يقاتل، هو كان جبان. والدليل على ذلك ضربوا زوجته ما تحرك، سقطوا بنت ابنه ما تحرك، طلبوا منه زواج بنته فاضطر انه يعطيه بنته بعمر 10 سنين ما تحرك. ليش؟ لأنه كان جبان. لما كان يعرف أنه ما في وراه حدا كان يخاف أنه يتحرك. ولذلك حتى لما ذهب لقتال معاوية، لما الناس قالت أنه إحنا ما بدنا نقاتل، كان جبان ما قدر يجبرهم أنه لا أنا راح أقاتل باللي معي. رجع. هو كان إذا ما في حدا معه كان يخاف، يعني هو ما كان عنده هذه الجرأة. عرفت كيف؟ ما كان هكذا. أنتم ماخذين صورة خاطئة عن علي بن أبي طالب. أنتم بتحترموه ما أدري على إيش. كل المرويات اللي موجودة عن علي بن أبي طالب يدل على أنه كان واحد جبان، يعني كان واحد ما عنده لا كاريزما ولا شخصية ولا شجاعة.
طب علمه وثقافته ما كان معه، ما كان عنده علم. بلاغته اصلا ما كان مثقف. نهج البلاغة لمين ما هذا الأمثال نهج اللي البلاغه بيضرب ما عليه حدا بيعرفه يعني نهج البلاغه هو ينسب لعلي بن ابي طالب، لكن دعائكم نهج ما البلاغه مش لعلي بن ابي طالب. في ما ينسب الدراسات عليه بتشير يعني إن سند لا. واحد صحيح لعلي بن ابي طالب ما في. طب معقول كتاب مثل هذا يا مكون عمي يا ما حدا معقوله، ما انتوا حدا انتوا معقوله تعتقدون انه في واحد دخل السرداب من 1250 سنه لحد الان عايش؟ اكيد معقوله. ما عندكم عقول، انتوا تصدقون اي كلام يعني. والله عايز تصور يا اخي علي، وانت الان جالس تكلمني تقول معقوله، عقل ايش اللي تكلمني فيه؟ انت تعتقد انه في واحد دخل السرداب من 1250 سنه، هذا انسان لحد الان عايش، يعني هذا لو السلحفاه ما بيحكوا هذا الوقت. شو هذا؟ طب يا أستاذ محمد أنت ضليت 50 60 سنة معتقد هذا المعتقد وعلمته للناس كلها من كل جوارحك شو كمان، اسوي بكره؟ صح راح ولا لا؟ اخذ لك صوره وانا شانق نفسي من السقف، يعني شو اسوي لك انا؟ يعني طيب شو اقدر ما اعمل؟ يعني انا كنت هكذا افكر اول ما شوي صار عندي عقل، عرفت انه هذا الكلام اهبل. شو هذا؟ معقول في واحد يقول هذا الكلام؟ انت شوف اخي الكريم، انت لما تعتقد في حاجه مقدسه عندك، انت بيغيب العقل عندك، ما بتفكر. اول ما بتروح القداسه منه راح تصدق. انا والله انا الان على فكره، انا الان لحد الان يعني بقرا القران، انا كل يوم بقرا قران. لما بقرا قران تقول يخرب معقول انه انا كنت اؤمن بهذا الهبل؟ ليش؟ لانه كنت اشوفه مقدس. اول ما تروح القداسه هذه، راح يتبين لك اخي علي انه يقول يا نهار اسود، انا كيف كنت افكر بهذه الطريقه؟ معقول انه في نمله بتتكلم والهدود بيجي يقول لسليمان انه انا في وحده تعبد الشمس وتعبد كيف؟ هذا يا عمي، هذا كرتون نيلز. انت شايف كرتون نيلز؟ هذا مم. الكاتب اللي يصير قزم وبعدين يصير يتكلم مع الحيوانات، تحسوا هكذا. شو هذه القصص العجيبة؟ نفس الشيء نفس القصص. أنا بقول ايه لك يعني، حتى أنا كان عندنا يعني ال- أحد الأخوة كان في العراق كان يسمي الكرتون هذا، بيقول هذا حضرة نيلز، يعني حتى يعني الحضرة يعني كأنه شيخ كبير إمام نيلز يعني هكذا. الفكرة هي هكذا. أنت لما تقرأ القرآن أنت ما تقول لي معقول. المعقول ما الدين ما فيهاش معقول، يعني الدين هو ببساطة شديدة يقول لك يلا اديله عبيله يعني. اي حاجه في اي موضوع. طب يعني إله كون هذا الكون هذا كله، يعني شو بده يجي يعمل لك باب يجيب منشار ومسامير وكذا مثلك، انا يجيب اقول لك خشب العمليه بالعكس تماما. ومنكو، اذا اله في اكيد عمل هذا حيكون. الكون ما راح مم؟ يرسل لك كتاب، راح يرسل لك ايباد. ما رسل لك اهم من الايباد؟ هو ما ارسل لك الايباد ولا ارسل لك عقلك، الكتاب. عقلك يا استاذ يعني محمد. ما هو انت مصر على انك تعطل عقلك. مو هذا اللي بنقوله للناس؟ ارسل لك عقلك يا عمي، شغل عقلك. يقول لا انا بدي اشغل علي بن ابي طالب. يا عمي ما بيشتغل. انا طب بدي الضبط اشغل الدقيق، الكتاب والسنه، ما بيشتغل. طب هو الضبط الدقيق، مصر على انه يعطل عقله. ايش اسوي له هذا؟ طيب شو بنعمل بالضبط الدقيق بالكون شو المسير هذا الضبط الدقيق؟ بشكل دقيق؟ بالله عليك شو هو يعني الضبط الدقيق؟ يعني الشمس إذا بعدت 5 ميلي عن الأرض بصير جليد، إذا قربت 5 ميلي بصير جهنم الأرض. مين اللي ضابط هيدا ومخلي الحياة هذا تستمر؟ الخمسة ملي منين جبته انت؟ هذا تحليل علمي، هذا إنه مش إذا تحليل ابتعدت علمي، هذا تحليل خنفشاري صراحة. يعني ما في حاجة اسمها 5 ملي. يا خيي 5 سنتي 5 أمتار قد ما بدك. لا هذا مش قضية، الضبط. ولكن العملية سهلة جدا. لأنه في نعم. كواكب ثانية صارت مجمدة، وفي كواكب ثانية هي حارة جدا. أنت فقط أنت تواجدت كوكب تبعك بهذه الطريقة، والكواكب الثانية ما صار فيها هذا الكلام. والكواكب الثانية هذا ما فيها علي يجي يقول لك ضبط دقيق. ليش هناك ما صار ضبط دقيق؟ ليش في المشتري والأورانوس والزحل والمريخ وما أدري شنو، ليش ما صار في ضبط دقيق؟ ما في هذا، ما في حاجة اسمها ضبط دقيق. ما عليهم مخلوقات ليحميها. لا ما هو لو كان ما هو نفس الفكرة. فكر فيها. ما هو لأنه ما صار ضبط دقيق، ما صار في مخلوقات. هو أنت صرت مخلوقات لأنه حصل هذا الشيء، مو أنت كنت موجود وحصل هذا الشيء.
يعني نحن خلقنا بالصدفة، أفضل فكرة عندك هاي؟ لا والله أنا بشوف إنه إحنا خلقنا بالغباء مو بالصدفة. كيف بالغباء يعني؟ بالغباء، غباء. إنه ما كنا شيء قبل، كيف صرنا لا، شيء؟ إحنا خلقنا لأننا أغبياء. خلقنا لأننا أغبياء؟ طبعا أكيد. نحن ما عنا خيار بخلقنا، ما عندنا خلقنا خير. حتتك بتتك. عندنا لا عندنا. ما كيف أنت لو ما بتنام مع زوجتك ما راح تجيب أولاد. يعني وأنا مش لو ما أنام مع زوجتي ما أجيب أولاد. لو أبويا ما نام مع أمي ما جابني. العملية خيار ما آبائنا، عندنا خيار. خيار وبسبب الخيار آبائنا. واحدة هذا جينا احنا. فاهم كيف؟ خيار واحد عمل هيك فينا. شفت. لو الإنسان كان محترم وحط خياره في صحن ولا في كيس ولا في كذا والله كان كنا وفر علينا هذه المعاناة يا أبو عبد. طب لا، ما في آيات ملهمة حقيقي. في يعني ما فيك تيجي تقول إنه راعي غنم طلع منه هذا العلم، يعني مش أي معقول علم. يرا أي علم و... إنه و... و... السماوات والأرض كانت مثل الكتب لا لاصقة ببعض وبعدين فتقهما عن بعض. حقيقي هذا علم. يمكن لها تفسير تاني لا تفسير، مجازي. وهذا وتفسير، وكانوا ملتصقين وبعدين فصلهم عن بعض. انه العلم و... انه ال... انه النجوم لمبايات في السماء مصابيح، والرجوم للشياطين. شو حقيقي هذا؟ ممكن العلم انه النملة لما سمعت جيش سليمان قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا علم. في نملة عرفت انه هذا سليمان، وسليمان جاي من بعيد سمع النملة فضحك. مجازي، هذا مجازي. هذه هلا مجازي والله، ممكن دي انه هي مجازي. ما في بطريقتها قصص، بلغتها حكي كلها كرتون يا عمي. كرتون. اي والله. كان احسن له يعمل روايات تعبير محمد، ما هو يعني مع امكانياته بتطلع العقليه النبي مثلا. محمد عليه الصلاه والسلام ما كان يسمح لي اكثر من هيك. طب منين جاب هذا العلم؟ ما جاب علم، هو هكذا قصص، هذه مش علم. في ايات مبهمة. يعني كل الايات مبهمه والله، مش ايه واحده. مش مبهمة بشكل سلبي، بشكل ايجابي يعني. لو في حاجه اسمها مبهمه بشكل ايجابي، مبهمه يعني مش مع ملهمة مفهومه. ملهمة، عفوا، ملهمة. اه ونفس وما سواها فألهمها فجورها يعني وألهمها فالهمها تقواها. فجورها وتقواها. يعني الإنسان بيعرف ألهمه إنه هون شو الصح وهون يعني الهم الغلط. فالهمها فجورها وتقواها؟ شو يعني هذا؟ يعني عرفها وين الصح وين الغلط، يعني وين فجورها، وين إنه لازم غلط. تكون تقية، وين. غلط، هو ما عرف اي شيء. تعرف ليش؟ لانه هو في ليش؟ نهايه المطاف مقرر السيناريو شو بيصير. مع عنا ضمير وبنعرف حالنا إذا غلطنا نحن الان وصغار. مثلا انت لما بتقرا في القران يقول لك شنو؟ يقول لك ان هو الا ذكر للعالمين، صح؟ صح. لمن شاء منكم ان يستقيم. شو معنى لمن شاء منكم ان يستقيم؟ يعني أنا عم دلك على طريق الصح وشوف شو ها. بتعمل. يعني انا عم غلط. دلك على طريق، مثل لما بتعلم اولادك بتقول له هيدا غلط. الصح وهيدا غلط، الغلط. هذا الكلام غلط. لمن شاء منكم ان يستقيم، يعني للي بده غلط. منكم يمشي على الصراط المستقيم. غلط. شو يعني، شو تفسيرها لمن شاء منكم ان ما تحتاج يستقيم؟ تفسير، اقرا الايه اللي بعدها. امم شو بتقول الايه اللي بعدها؟ ما مش قريعة هيدي. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. مثلا. أنت مالكش أي مشيئة ولا إرادة ولا اختيار ولا بطيخ. الله هو اللي بيعمل الليلة كلها. شو خلانين ضمى، نحن ضمى متحركة يعني. هو فوق ما تتصور. معقول هالحكي؟ القرآن بيقول لك إيه؟ بيقول لك وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طب العلماء ليه ما بيفسروها بهالطريقة؟ العلماء بالضبط يفسروها بهذه الطريقة.
كلهم ما بدهم يفسروها بهاي ما الطريقة. هو الكلام واضح ولا لا؟ أنت الدين هو من عند الله ولا من عند العلماء؟ من عند الله طبعا. إذا شو بتدخن؟ بتدخن بايب ولا شو بتدخن؟ فاتح كاميرا. هلا عملية سهلة جدا، لما واحد يجي يقول لك وما تشاءون إلا أن يشاء الله، خلاص الكلام مفهوم. العربي اللي عمره 10 سنين بيفهم، اللي عمره 90 سنة بيفهم، ما يحتاج أجيب واحد عالم يفسر لي. هو فيها نظر يعني، فيها نظر. مثلا الله شو بيقول وخلقكم وما تعملون. شو يعني وما تعمل؟ يعني احنا واللي بنعمله الله بيخلقه. اذا احنا شو فائدتنا؟ ولا 60 لازمه صراحه ولا اي حاجه. هلا في اشياء بيمتحننا فيها، ما الانسان مسير ومخير. لحظه، شو الهدف من الامتحان؟ انه لا يعرف ليش هو ما بيعرف؟ مظبوط. غلط، كل الكلام غلط، كل الترتيب غلط، كل المنطق غلط. شو هذا بيمتحننا عشان يعرف؟ هو بيعرف ولا لا؟ بيعرف. لكن هو ليش بيمتحن المفروض اصلا؟ بيعرف، المفروض بيعرف. غلط، التركيبة العقلية كلها غلط، الدين هذا كله غلط، التفكير في بهذا الموضوع كله غلط يعني. بس انه لقول رسول كريم. مين قال؟ القرآن. القرآن، ما هو القرآن بيقول اللي بده إياه، ولكن مين قال إنه الرسول كريم؟ عن جبريل انه لقول رسول كريم، انه جبريل. مين قال إنه كريم؟ يعني جبريل شو أعطى؟ الآن شو الدليل على إنه كريم؟ بحياته أعطى دينار واحد لأي طفلة؟ ليرة واحدة لأي مسكين؟ كريم النفس. ما هو شو، مين قال كريم النفس؟ كان يتواضع يقعد بالمغارة مع الرسول. شو يعني تواضع؟ هو أصلا ما يقدر ما يعمل هذا الشيء. ليش؟ كيف ما بي... لأن صفة الملائكة شو هي؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما عنده إمكانية يقول لك. بس كيف كانت تساعه المغارة لجبريل؟ والله هذا ما عم كمان بفهم. سؤال جيد. يعني هو كان عنده 600 جناح، وما بين الجناح والجناح ما بين المشرق والمغرب. كيف من لملم حلق جناحاته وبعدين دخل المغارة؟ من حلقة اذنه لكتفه طول السماوات، بعد السماوات عن وكيف الارض. دخل المغارة هذا؟ انا أنا أقول محيرني لك كيف هاي. دخلوا بالغباء، كيف غباء وإحنا أغبياء، عشان هيك بنصدق هذا الكلام. انا بقول كيف ساعته على المغارة، ما عم بفهم. أما أنا كيف بقول لك قاعد. هو دخلوا شفتها بالغباء. انا مغارة مش صغيرة دخلوا لأنه كتير. هو دخلوا لأننا إحنا أغبياء بنصدق مثل هذا الكلام. معقولة؟ والله لو عندنا عقل أكيد لا دخل ولا نزل ولا عمل ولا سوى، كله كذب هذا الكلام. والله انت ومحمد، انت واحمد حركان ظاهرة تقلبوا لا تقلبوا وين أستاذ الدماغ. أحمد؟ وين أستاذ أحمد؟ أستاذ لا انت كمي كمان، انت كمي وهو كمي. لا أستاذ كل واحد أحمد عنده كاريزما فيه. يعني أستاذ أحمد هذا صفوة الصفوة هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويوفقه لما يحب ويرضى. رح ينبسط كتير هو بهذا الدعاء، هو بحب التدين. بحب يسمع الذكر كتير. طبعا أستاذ أحمد هذا روعة. طب بس انت عندك علم، علم اهل الكتاب. هو عنده بداهة وفطرة بالفطرة وعنده ذكاء لا حاد. أستاذ أحمد أعلم مني صراحة. أستاذ أحمد هو هو أصلا يعني من الديانة على كبر، بس هو متدين هو طفل يعني أصلا. هو درس شريعة بس ما تعمق مثلك، ما درس شريعة وكان يعلم الأطفال. بتدخل عنده كمان؟ دخلت مرة. بيعجبها كلامه ولا كيف؟ غير شكل. عارف عليه. أنا بحب المنطق.
ايوه بحب المنطق، عافيه. متمسك بالعقل والمنطق كتير بشكل غريب يعني. لأنه خلص بقتنع إنه 1+1=2. حطيت مرة كباية وقعدت أدعي ليل نهار تزيح 2 ميلي بس ما دقيقة. نزحت. نكستها بإصبعي نزاحت، نكستها نكزي بإصبعي زاحت. ضليت أدعي من صبح لعشية تنزاح 2 ميلي بس ما نزاحت كباية. نكستها نكزي بإصبعي نزاحت. ولقيت إنه المنطق أغلب، المنطق أغلب مبدئيا لحد ما تمام. يحدث شيء، لحد ما يفكر ربنا يقنعنا. لأنه 1400 سنة ما صار شيء. كمان هذا سؤال يعني اه حكي 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 حكي. اه عم بتطلع هلا بغزة قد ايه عم تدعي لهم العالم. كل ما بيدعوا العالم بيموت أطفال نسوان أكتر. كل ما بتدعي العالم تضرب إسرائيل أكتر. كل ما بيعملوا مظاهرات للإنسانية تضرب أكتر. طب ما هادي بيقول إنه يعذبهم بالدنيا والآخرة. وين عم بيعذبهم بالدنيا ده؟ عم بيعذب اللي عم يدعوا له ويصلوا له. كمان هون في نقيض يعني. هلا ما بعرف حتعمل لي مشاكل، هتعمل لي مشاكل خاصة بمجتمعنا هون. هصوا ليه اسكتوا ليه؟ نحن مجتمعنا هصوا ليه اسكتوا ليه؟ كافر اسكت، روح توضى وصلي خرب بيتك بدك تفوت على النار. عم تحكي هيك والله لا يقطعوا راسك وحياة الحسين وحياة والان في دم تحافظ على الحسين. انت هلا بلبنان. امم احنا اهم شيء عندنا بدنا سلامتك يا ابو عمو. يعني الحمد لله على القصف بعده بعيد عننا شوي. يعني انا ومش نزحت سلامتك على من اليهود، ضيعتين. سلامتك من المسلمين. انا ما بخاف انه يقتلك يهودي، انا بخاف يقتلك واحد مسلم صراحه. بنظبطها. بنظبطها. طيب يا علي، عشان ما تثقل اكثر في الكلام وبعدين تدخل نفسك في متاهات، وبعدين يعني نخسرك، ما بدنا ننفجع فيك يا راجل. حبيبي يا استاذ محمد، حبيبي الله وردة، دير يطولنا بالك على بعمرك. حالك. حبيب قلبي الله يخليك. تسلم لي الله وردة، يوم يخليك. سعيد انا لك. ممنونك انه استقبلتني العفو يا وحكيت سيدي، معي. العفو، انت انسان حبيب لطيف. قلبي، شكرا حبيبي لك. يعطيك العافية. احباتي، حبيبي سلامات. على راسي.